السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ويلا بينا نبدأ. عايزين إيه بقى النهارده للوصفة الحلوة دي؟ عايزين طماطم، عايزين ليمون، عايزين فلفل أخضر، عايزين بصل، عايزين توم. هاتوا الحاجات دي وتعالوا أقول لكم هنعمل بيهم إيه. بصوا يا بنات، إحنا الأسبوع اللي فات كنا جايبين سمك ميرا عملناه بالبطاطس. النهارده هو نفس السمك بس هنعمله بطريقة هتعجبكم أوي إن شاء الله. بصوا بقى، جبنا التوم. طبعا انت لو عندك التوم، أنا عندي المكعبات ده، حطيت ال3 اللي هم فاضلين دول في العلبة. بُصّوا، أنتِ بقى لو عندِك توم تاني العادي الفريش ده الفصوص، هتقشّري شوية وتدقيهم وتحطيهم بنفس الطريقة دي كده في الصينية. وبعد كده هتجيبي كام بصلاية، طبعًا لو الحجم الصغير ده، أنا جايبة 4 من الصغيرين دول، لإن أنا مش جايبة سمك كتير. بس يا بنات بُصّوا البصل صغير إزاي، البصل الصغير بسعر والوسط بسعر والكبير بسعر، يعني ربنا يرحمنا. المهم يا بنات إيه، جِبت ال4 بصلات الصغيّرين دول وقشّرتهم زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هنقطّعهم ونحطّهم على التوم بالتقطيعة اللي تعجبِك، مكعبات، شرايح، زي ما أنتِ عايزة. وهتجيبي البهارات اللي عندِك هتحطّيها، هو الأساسي في البهارات النهارده الكمون، كمون وملح وليمون، بس أنا حطّيت شوية كزبرة صغيّرين وحطّيت شطة حمرا، تمام، وهنقطّع البصل زي ما أنتم شايفين كده. الوصفة دي هتعجبكم أوي. هي الوصفة دي زي السنجاري، بس طبعًا مش سنجاري، لإن السمكية دي ما بتتفتحش عمرها سنجاري زي البوري، البوري عشان السمكية بتاعته ناشفة، بتفتحيها بتتفتح معاكِ ما بتتهراش، لكن السمكية دي طرية ما ينفعش تتفتح الفتحة بتاعة السنجاري يعني. وبعدين الوصفة دي ممكن تعملي بيها البولتي، وممكن تعملي بيها أي نوع سمك، الميرا، الشخورة، البلاميطة، المكاريل، التونة، أي نوع سمك أنتِ بتحبيه تعمليه بالطريقة دي، وهتعجبِك أوي والله جرّبي مش هتندمي. خلّصنا تقطيعة البصل، رُحنا بقى للطماطم، بنفس الطريقة اللي قطّعتِ بيها البصل قطّعي بيها الطماطم. حطينا أهم شوية الشطة الحُمر، وهننزل دلوقتي بالطماطم على الخلطة دي، أو هندعك البصل ده جامد أوي مع التوم مع البهارات، وبعد كده هنحط الطماطم. بس هنقلّبهم حلو أوي مع بعض، ندخّل البهارات مع الخلطة كويس، بس كده. وبعد كده هنحط الليمون، الليمون بقشره بقى عادي مقطّعاه زي ما تقطّعيه برضه، بالطريقة اللي تعجبِك. هنتبّل بقى بيهم السمك زي ما أنتم شايفين يا بنات. السمك ده زي ما قُلت لكم مغسول حلو أوي ومحطوط عليه كمون وملح ونُص ليمونة معصورة عليه. لازم الكمية بتاعة البهارات والملح تقسّميها بالذات للفراخ والسمك واللحمة، يعني تحطّيها على مراحل، لإن السمك لازم يبقى اللحم بتاعه يعني متهيأ حلو، فبترُشّي عليه رشّة ملح وبترُشّي عليه رشّة كمون وبتعصري عليه نُص ليمونة، ما بتشطفيهوش تاني بقى خلاص كده أنتِ هتستعمليه، بيدّي طعم الحاجة بتبقى يعني زي ما قُلت لِك في الفراخ بتبقى إيه محدقة كده وحلوة وطعم اللحم بتاع الحاجة بيبقى مملّح يعني. خلاص دخّلنا التتبيلة زي ما أنتم شايفين كده، من جوّه ومن برّه وعملنا بالسمكية كلّها حطينا فيها في كل حتّة، وعملنا الفتحات الصغيّرة دي ودخّلنا برضه فيها التتبيلة، وبعد كده حطينا الفلفل ده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هندخّلها الفرن. صدقوني الوصفة دي هتعجبكم أوي يا بنات وخفيفة ولا زيت ولا دقيق ولا قلي ولا كركبة ولا ريحة سمك في البيت ولا أي حاجة، وخفيفة وهتتاكل. عايزة تحطّي لها خضرة حزمة شبت، عايزة تحطّي لأ مش حزمة بقى، عودين شبت، عودين كرفس، كزبرة، زي ما تحبّي، لو أنتِ بتحبّي الخضرة حطّي عليها الخضرة. المهم يا بنات جِبنا حلة صغيّرة زي ما أنتم شايفين، وجِبنا البصل وحطّيناه عليه. أنا البصل ده كنت شارياه برضه كان في عرض يعني، اسمه خير وبركة، بس يعني مش حلو، مش قد كده يعني الصراحة، مش زي التوم، التوم أحلى بكتير. بس المهم قلّبت بقى حطّينا شوية البصل كده وقلّبناهم حلو أوي. طبعًا احرقي البصلة ولا يهمِّك، احرقيها زي ما أنتِ عايزة والله العظيم ولا يهمِّك، وجرّبي ومش هتندمي، ولو ما عجبكيش قولي لي. تحرقي البصلاية بتاعتِك حلو أوي كده، وبعدين هتحطّي ربع كوباية مَيّة وعليها ربع معلقة سُكّر، وتسيبيهم يغلوا مع بعض شوية حلوين كده، زي ما أنتِ شايفة كده،
وبعد كده هتحطي معيار الرز بتاعك، شوفي بقى انت عامله كام كوبايه رز، زي ما تحبي بقى. حاطه 3 كوبايات هتحطي 3 كوبايات ميه، مالكيش دعوه بربع كوبايه الميه اللي انت حطيتيه في الاول ده، ده يخص البصله، ملوش دعوه بالمعيار بتاع الرز خالص. جربوا الرز كده، هو ده بقى الصياديه اللي على اصله، الصياديه الاسكندراني بجد والله العظيم. حطينا بقى برضه معلقه كمون وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه شطه صغيرين خالص. طبعًا لو ما فيش أي حاجة من دي، يكفي شوية الملح يعني، برضه هيطلع مضبوط وحلو أوي. عندِك نُص جزراية عايزة تبشريها عليه بيبقى تحفة برضه، وشوية الكركم طبعًا. الكركم عشان مفيد وباسمع إن هو مفيد، أنا بادخّله في كل حاجة بصراحة. شوية الكركم حطينا بقى، وبعد كده حطينا الطماطماية، وحطينا قرن الفلفل زي ما أنتم شايفين، وغطينا الحلة وهنسيبها تغلي مع نفسها شوية. مجرد ما غلت كده زي ما أنتم شايفين، هننزل عليها بالرز. جربوا يا بنات الرز، جربوه مش هتندموا، واللي جربه يكتب لي. عايزة أقول لكم يا بنات لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة. بصوا خلاص اتشرب، هنوطي بقى النار عليه كده زي ما انتم شايفين شمعة خالص اهو، وهنديله تقليبة ونغطيه ونسيبه برضو مع نفسه لغاية لما يستوي. الطعم بيبقى تحفة. حطي السكر ما تقلقيش، احرقي البصلة ما تخافيش، اسمعي الكلام وجربي مش هتخسري حاجة ان شاء الله. لو في كوباية رز واحدة جربي وشوفي، بصي لونه والطعم بقى ما اقولكوش والله على الطعم عامل ازاي. نغطيه كمان مرة بقى ونجيب صينية السمك من الفرن اهي. بصوا حاجة كده عظمة يعني، بجد طعم تحفة هيعجبكم قوي. السمك خفيف مهما تاكلي منه ما يضايقكيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.